السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه، وجمعة مباركة عليكم. النهاردة جايين نجاوب على سؤال مهم جدا: البيض اللي بنرقد عليه الفراخ. حلو. طبعا في بيض بعد الكشف بعد 5 أيام بنكشف على البيض، في بيض بيطلع فيه بذرة وفيه روح وفيه جنين، وفي بيض بيطلع رايق مفهوش بذرة ولا روح ولا جنين. البيض اللي طلع رايق ومفهوش بذرة، هل ده يترمي خلاص باظ كده ولا نقدر ناكله؟ سؤال مهم جدا، لانه اي حد في الدنيا بيربي او بيرقد وبيفقس وبيعمل عمليات تفريخ، سواء عن طريق الفقاسة الطبيعية اللي هي الفرخة، او الفقاسة الصناعية اللي انت بتشتريها جاهزة، او حتى اللي انت بتعملها بايدك اللي هي كرتونة ولمبة وشوية مية عشان الرطوبة، كل التفاصيل دي. البيض اللي بيطلع رايق ده يترمي ولا يتاكل؟ ده سؤال مهم جدا جدا هنجاوب عنه النهارده. لكن قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نأكد عليكم حاجة مهمة، ان الموضوع له عوامل كتيرة. درجة الحرارة بتاعت الجو برضو بتأثر على الموضوع. لو الموضوع في الشتاء وفي البرد، فقطعا مليون في المية البيض مش هيحصل له حاجة. تمام. لان 4 5 ايام في الشتاء لما يتسابوا كده في الهواء، حتى لو تحت الفرخة، حتى لو مش فقاسة طبيعية، فقاسة صناعية، سواء طبيعية او صناعية، تمام، في الشتاء كده كده البيض مش هيحصل له حاجة. لكن انا مش بكلمك على الفقاسة الصناعية، انا بكلمك تحديدا على الفرخة وهي راقدة على البيض. ده معناه ان البيض موجود في الطل او في الهواء. حلو. وفي راقدة عليه الفرخة، فدرجة حرارته أغلب الوقت قريبة من 37 درجة، اللي هي درجة حرارة جسم الفرخة. تمام، اللي هي قريبة من درجة حرارة جسم الفرخة. فدرجة الحرارة دي هي المناسبة للبيض علشان يتم نمو الجنين جوه البيض. عشان كده هي اللي بنضبط عليها الفقاسة الصناعية لما نيجي نرقد البيض ونفقسه ونفرخه تفريخ صناعي. فدلوقتي درجة الحرارة دي هل تأذي البيض ولا لا؟ الموضوع متعلق نسبيا بدرجة حرارة الجو، نسبيا مش قوي، نسبيا مش قوي. لو في الشتاء فهقول لك حط بطيخة صيفي في بطنك واطمن خالص ان البيض ده ما فيهوش اي مشاكل خالص. لو في فصل الشتاء فاكيد البيض ده ما حصلوش حاجة، اكيد تقدر تاكله. حلو. لكن في اجراء كده لازم حضرتك تختبر بيه البيض، هقول لك عليه. اجراء تختبر بيه سلامة البيض من عدم السلامة علشان تاكل وانت مطمن. طريقة كده بيعملها الناس اللي في القرى، الناس اللي عندهم خبرة، بيكتشفوا بيها جودة البيض، هل البيض ده صالح للاستخدام ولا خلاص فسد. حلو. ده بالنسبة للشتاء. لكن احنا دلوقتي مش في الشتاء حضرتك، احنا دلوقتي في الربيع او داخلين على الربيع، او تقريبا خلاص ايام بسيطة وندخل على الربيع، وبعد كده هندخل على فصل الصيف. لكن من دلوقتي والحر موجود، والحر بيزيد اكتر واكتر. وجود الحر ده عامل مؤثر كبير جدا على سلامة البيض في الفقاسة الطبيعية اللي هي الفرخ. يعني دلوقتي لو احنا عندنا فقاسة صناعية، فكده كده البيض جوه الفقاسة الصناعية متحافظ على درجة حرارة ثابتة ليه اللي هي 37 درجة. تمام، اللي هي 37 درجة. فالبيض جوه الفقاسة الصناعية هيحصل له ايه؟ مش هيتأثر بدرجة حرارة الجو الخارجية. انما انا بكلمك بشكل مخصص اكتر على الفرخة اللي هي الفقاسة الطبيعية. حلو. البيض وهو تحتها بيتأثر نسبيا بدرجة حرارة الجو الخارجية. فلما يكون الجو حر او ربيع جو معتدل، فهيبقى فيه تأثير نوعا ما على سلامة البيض. حلو. لكن برضو تظل الإجابة هي يا جماعة، البيض وعن تجربة مش بيحصل له حاجة حتى في الحر، وحتى في الجو اللي فيه درجة حرارة شوية نسبيا عالية. لكن درجة الحرارة لو كانت غير منطقية، اللي هو فوق ال40 وال45 وال50 في بعض الأماكن درجة الحرارة بتعدي ال45 في مصر، يعني الأقصر وأسوان في مصر درجات الحرارة فيهم بتعدي ال 45 وبتبقى داخله على ال 50. فدرجات الحراره دي وفي ظروف معينه بتبقى فيها شمس كمان، كل الظروف دي بتخلي البيض يفسد في يوم وليله.
بتخلي البيض يفسد في يوم وليله. انما انا بكلمك على الظروف الطبيعيه، اللي هو انت عامل مكان مظلل للفرخه، وحاطط الفرخه في المكان المظلل، ومخليها ترقد على البيض في الضله مش في الشمس، ودرجه الحراره تحت ال40. في الظروف دي اقدر اقول لك ايه؟ في الظروف دي اقدر اقول لك البيض مش هيحصل له حاجه. البيض مش هيحصل له حاجه وتقدر تاكله عادي جدا. انما لو درجه الحراره معديه ويعني الجو حر اصلا، لا الكتاكيت هتطلع من البيضه ولا البيض هيقعد يومين على بعضه سليم. لا ده ينفع ولا ده ينفع. لذلك احنا مش بننصح الناس خالص بعمليات الترقيد في فصل الصيف، اللي هو درجات الحراره زياده، اللي هي درجه الحراره بتعدي ال40 وبتوصل على 45. مش بننصح الناس بالترقيد في الوقت ده، لان الترقيد في الطبيعي، الترقيد الطبيعي اللي هو تحت الفرخه في الوقت ده محكوم عليه بالفشل، الا لو انت عندك خبرات معينه تضبط بيها درجات الحراره، اللي هي الفقاسه الصناعيه، او باي طريقه بقى، بالتهويه، باي حاجه تقدر تضبط بيها درجات الحراره. طيب دلوقتي احنا معانا شويه بيض طلعوا رايقين وطلعوا مفهومش بذره، وهنحوشهم من تحت الفرخه او هنطلعهم من الفقاسه الصناعيه بتاعتنا. عايزين نطمن ان شويه البيض دول ايه؟ سالمين غانمين مفهومش مشاكل وصالحين للاستخدام. الموضوع بسيط خالص يا جماعه، الموضوع بسيط. حضرتك هتجيب كده ايه؟ كوز من الميه او وعاء من الميه، تكون الميه فيه عميقه شويه، حلو، وتدخل او تحط البيض تغطسه في الميه، تمام. ولما البيض ينزل لتحت، ينزل تحت خالص في عمق الميه، فدي قويه ومؤكده على ان ايه؟ البيضه دي سليمه. لما تنزل البيضه للقاع سليمه، لو اتعلقت في النص شويه ما بين القاع والسطح يبقى هي سليمه نسبيا وتتاكل عادي برضه، تمام، مفيش مشاكل. انما لو البيضه طفت فوق سطح الميه وما رضيتش تنزل لتحت، فكده البيضه دي كبسه. البيضة دي كبسة. ليه بقى البيضة كبسة؟ لأن التوازن بتاع السوائل اللي جواها خلاها تعمل كده. يعني المفروض إن في توازن في السوائل، التوازن ده في البيضة الطبيعية بيبقى بمعدل طبيعي يسمح لها إن هي تبقى كلها تقيلة فتغطس لتحت، تبقى كتلة كده عاملة زي الحديد فتغطس، تمام. إنما لما بتكبس الوزن بيتمركز في حتة، وحتة تانية بتبقى فاضيه، تمام، فبتبقى بايظه، بتبقى عامله زي المركب كده، فبتطفو فوق سطح الميه، فدي اعرف على طول ان هي بيضه فاسده. حلو. فمن خلال المعلومات دي كلها حضرتك تقدر تطمن عادي جدا وتحط في بطنك بطيخه صيفي وانت بتستخدم او بتاكل البيض، من خلال التجربه دي ومن خلال الطريقه دي، وكمان من خلال بعض المعلومات اللي بتتعلق بدرجه الحراره. انت هتكون مطمن اكتر واكتر واكتر. معلومات مهمه جدا هتفيد كل الناس. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اللي جايه على قناة طيور فوق السطح أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على ألف مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.